مفيش حد مننا ما بيحبش الممبار. دي أكلة مصرية أصيلة، محدش بيعملها غير المصريين. تعالوا اعمله معاكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت مميزة. هنجيب حلة على النار، نحط فيها شوية زيت حلوين وننزل عليها بمكعبات اللية أو دهن الخروف. نستنى عليها كده بقى لحد ما تتحمر أو تتسلي. خلاص كده خدت مهمتها معايا، أنا عايزة الريحة بس أو الطعم. بعد كده ننزل بالبصلة المبشورة أو المتقطعة، تاخد بس لون معايا او تصفر. انزل عليها بالطماطم، اكون عصراها واخداها غلوتين عشان ما تاخدش وقت معايا في التسبيكه. اديها برضو كده غلوتين لحد ما تتقل معايا. نحضر بقى بقيه الخلطه. عندنا رز مغسول ومتصفي كويس جدا، انزل عليهم بالخضره بتاعتنا، شبت وبقدونس وكزبره وشويه نعناع كده حلوين. كل ما تكتري الخضره كل ما يبقى احلى معاكي. ننزل عليهم بقى بالتسبيكه اللي معانا تقلت. دي بقى التكه اللي بتوديه حته تانية خالص. بكون بشره بصلايه وحاطه لها ملح ودعكاها بالملح والفلفل الاسود، وسايباها كده حوالي نص ساعه تنزل ميتها. بعصر ميتها الاول في الخلطه بتاعتي، وبعد كده بقلب البصله، وبكون برضو مقطعه طماطمايه كده او كذا طماطمايه زي ما انت عايزه. نحط بقى التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود والسبع بهارات. دي عندي بعتمدها في كل الخلطات بتاعتي، السبع بهارات، وشويه من القرفه وشويه من الشطه. ظبطي بقى الملح بتاعك ودوقيه لحد ما يبقى تمام معاكي. عندي هنا الممبار مغسول ومتنضف كويس جدا، طبعا بغسله بالملح والليمون وبجرده لحد ما بنزل الشوائب اللي فيه كلها. والدهن ده بيبقى على جوه، انا بسيب كده حته من الدهن، بيديله طعم احلى بكتير. طب ببتدي احشيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بفتحه بين صوابعي كده واحشيه وبططه خالص، وهنضفه من الرز اللي بره تماما. يعني بصوا، ما تملوش خالص عشان ما يفرقعش معاكي وفي نفس الوقت الرز ما يستويش. لا، بططيه كده وسيبيله فراغ او مساحه ان هو يستوي. عندنا بقى حلة على النار فيها بقى كل النكهات. عندنا ورق لورا، بصل، جزر، حبهان، وفلفل اسود حب. بنحط فيه الممبار، اول ما بينزل بيمسك في بعضه كده وخلاص بيتماسك ويبقى كده تمام. استنى عليه 10 دقايق، بعد كده احط له الملح بتاعه. وتظبطي الملح بتاعه بس تظبطيه شويه، يعني زودي الملح شويه. بياخد على النار حوالي 45 دقيقه، وده شكله اول ما بيخرج. اعرفه ازاي بقى ان هو تمام؟ بصوا، القشره بتاعته او الجلده بتاعته دي بتبقى طريه، والرز من جوه طري معايا. استنى عليه حوالي نص ساعه وابتدي احمر فيه. يعني محمروش اول ما يطلع علشان ما يبقاش طري معايا، انا عايزاه مقرمش كده من بره. بصوا ده بقى لونه ذهبي او محمر شويه، انا عايزاه اغمق من كده شويه، كل واحد وذوقه. انا بحبه كده محمر شويه، وصدقوني هتاكلوا احلى من بره. ده شكله بقى بعد ما طلع، شكله خطير ومقرمش من بره والرز مستوي تمام، وان شاء الله الوصفه تعجبكم. باي باي.